السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بوصفتي لكباب الحله. هعمله معاكم بطريقه بسيطه وسهله جدا، ولكن هتطلعوا منه بوصفه الكباب الحله طعمه حكايه وصوص خطير. الاول بس احب اعرفكم بنفسي، انا ساره هلال ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني، لو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا ندخل في الوصفه على طول. اول حاجة عندي في طاسة على النار سخنة هضيف فيها كده شوية قليلين من الزيت. بعد كده هنزل باللحمة، وانا مستخدمة هنا اللحمة الموزة. انتوا تقدروا تستخدموا لحمة كباب الحلة اللي هي بتكون من غير دسم او بيكون دسمها قليل، براحتكم خالص. احنا بنحب القطعية دي في الاكل. بعد كده هضيف معاهم فصين من المستكة وثلاث فصوص من الحبهان وورقتين من اللورة. تقدروا تحطوهم من الاول مع الزيت برضو وهو بيسخن. بعد ما اللحمة أخدت الصدمة وأخدت لون من الجنب الأولاني، هبدأ أقلبها على الجنب التاني. اللي متابعيني دايما عارفين إن أنا بعتمد صدمة اللحمة كخطوة أولى في كل وصفات اللحمة تقريبا اللي أنا بعملها، وده لأنها بتديني قطعة لحمة بتكون جوسي وطرية جدا من جوه، وفي نفس الوقت متماسكة من بره مش مهرية. كملوا معايا الوصفة وهتشوفوا النتيجة في الآخر. بعد ما اللحمة أخدت الصدمة واللون من الجنب التاني كمان، وسعت كده مكان في النص وضفت فيه تقريبا بصلتين كبار متقطعين، ولو مفرومين يكون أفضل. وضفت ليها نص معلقة من الملح ونص معلقة من السكر ونص معلقة من الفلفل الأسود. هقلبهم مع البصل وأقلب كمان البصل مع اللحمة لحد ما يدبل شوية، وكمان هضيف حوالي طماطميتين مبشورين. لو معصورين مفيش مشكلة برضه. لو مش متعودين انكم تجربوا الطماطم مع البصل في كباب الحلة جربوه، يديكم تيست مختلف وان شاء الله هيعجبكم. بعد كده هضيف معلقة من صلصة الطماطم اللي عملناها مع بعض في البيت، زي الصلصة المعلبة الجاهزة وأحسن كمان. الوصفة موجودة عندي في القناة، هسيب لكم الفيديو بتاعها في آخر الفيديو ده لو حابين ترجعوا له. بعد ما ضفت الصلصة هضيف مقدار من المية ما يغطيش اللحمة بتاعتي. كباب الحلة عشان تاخدوا منه أحلى نكهة ممكن تدوقوها من أسراره إن تكون التسوية بتاعته على نار هادية. يعني من الخطوة دي ومن بعد ما ضفنا المية هتفضل النار هادية لحد آخر الوصفة. كمان إضافة المية مع كباب الحلة بتكون شوية بشوية، يعني الشوية اللي أنا ضفتهم دول هيتشربوا واللحمة تستوي فيهم. أبدأ بعد كده أزود شوية كمان، تقريبا بزود حوالي كل تلت ساعة شوية مية تتشربهم اللحمة، بعدين ارجع ازود تاني، وهكذا. ما بنضيفش كمية مية كتير وما بنضيفهاش على بعض من الاول. طبعا المية هتكون سخنة، ما ينفعش مية تكون باردة. يعني تقريبا ضيفي مقدار كوباية بكوباية. كمان والأمانة أحب أقول لكم إن تسوية اللحمة وشكل الصوص اللي بيطلع منها هتختلف معاكم لو انتم مستخدمين حلة غير لو مستخدمين طاسة. وحسب برضو الحلة والطاسة دي نوعها ألمونيوم ولا ستانلس ولا تيفال ولا ايه بالظبط. يعني أنا الطاسة اللي مستخدماها معاكم النهاردة دي تيتانيوم. لو مطلعش معاكم الصوص نفس الشكل ده فده مش هيكون مشكلة، لأن مادام المكونات واحدة إذا فالطعم مش هيختلف، وهو ده الأهم. بعد ما سوينا اللحمة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها هنفتح كده عليهم، هنلاقي البصل والطماطم دابوا، مفيش أي حاجة فيهم باينة، وعملوا صوص ناعم جدا وخطير. وفي الآخر ظبطت الملح بتاعي، مش محتاجة أضيف أي بهار تاني خالص. أنا مبحبش البهارات الكتير اللي بتغطي على طعم بعض الوصفات. وكده خلاص الوصفة بقت جاهزة هقدمها معاكم. عملت جنبها رز أبيض وسلطة.
ممكن تشوفوا بقى جمال الطبق وبعدين ندوق مع بعض. بصوا بقى اللحمة بتتقطع معايا بالمعلقة بمنتهى السهولة ازاي. من سيرة اللحمة اعتقد واضحة لكم قد ايه هي دايبة. ناخدها بقى مع شوية رز بالصوص بتاعها. مش قادرة اقول لكم كانت حلوة حلاوة مفيش بعد كده. من سر حبنا للحمة الموزة ان هي بيكون نسبة الدسم اللي فيها مش تقيلة، وفي نفس الوقت بتكون ممزوجة بالجيلاتين، وفي نفس الوقت بتدي حتة اللحمة طراوة حلوة. عشان كده هي بتكون بالنسبة لنا أفضل من اللحم الأحمر الصافي اللي النساير بتاعته ساعات كتير بتكون قاسية على بعض الناس. وعامة هي أذواق، كل واحد يستخدم القطعية اللي هو بيحبها، المهم يكون مبسوط بالأكلة في النهاية. بصوا بقى معايا كده كمان مرة على قطعة اللحمة اللي بتدوب دوب ما بين صوابعي، رغم ان انا قادرة امسك القطعة على بعضها، وده بفضل الصدمة اللي عملناها في الاول واللي دايما بوصيكم بيها. تقدروا كمان تغرفوا اللحمة في طبق كده زي ما انا غرفتها، تغمسوها بالعيش جنبها شوية سلطة او شوية مخلل، وبالهنا والشفا. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم، وتعالوا قولولي رأيكم في كومنت. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تشجعوني وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة. هتلاقوا مكونات الوصفة دي في صندوق الوصف تحت. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.